باب المد والقصر. إذا آلف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك دهرا ومخملا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. ووسطه قوم كأمان هؤلاء آلهة أتى للإيمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقران ومسؤولا نسألا، وما بعد همز الوصل وبعضهم يؤاخذكما لنا مستفهما تلا، وعدا اللولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قالا وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلا، وإن تسكن اليا بين فتح وهمزات بكلمات أو واو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءة خلاف لورشهم، وعن كل الموءودة قصور وموئلا.